ازاي تنجح وازاي تحافظ على نجاحك اللي انت تعبت عشان توصل ليه. وده اللي هنشوفه النهارده وهنتكلم فيه وهنتعرف عليه من خلال سيدة مصرية اسكندرانية جدعة جدا، أصرت إنها تنجح في الوقت اللي كانت يعني كل الناس بطلت شغل وقت الكورونا. أصرت إنها تنجح وتحافظ على نجاحها، ومش كمان بس كده، دي كمان توصل لأعلى درجات في النجاح في فترات قصيرة جدا. معانا ومعاكم النهارده على الهوا اللي دايما مشرفاني ومنوراني دبل دايموند دايركتور انجي فتحي. اهلا بيكي يا انجي. اهلا بيكي. انجي مؤسسه فريق برنسز، دايموند برنسز في شركه اوريفلام العالميه لمستحضرات التجميل. انجي، يعني انت ليكي قصه نجاح جميله جدا، احنا حابين نتعرف عليها معاكي. هو انا قصه نجاحي في اوريفلام قعدت فيها 6 سنين لحد دلوقتي، وما زلت مستمره، وحاسه انه رغم كل الانجازات الكبيره اللي عملتها، حاسه انه لا، ده مجرد البدايه، لسه عايزه اعمل اكتر. انت ما شاء الله عليكي يا انجي. يعني احنا هنشوف دلوقتي فيديو فيه يعني ملخص قصه حد جميل وقصه مشرفه ومحفزه ومثال يحتذى بيه كل يعني سيده مصريه عايزه فعلا تسر على النجاح او يكون لها وجود. ده شرف كبير ليا والله. في بقى كلمه مميزه جدا بتقوليها معانا سينيور مانجر ابتسام ومانجر نسمة ومانجر رانيا. اهلا بيكم، شرفتونا ونورتونا النهارده. سينيور مانجر ابتسام، احنا كنا بنتكلم مع بعض قبل الحلقه وعرفت ان انت كنت محفظه قرآن وعندك حضانه او اكاديميه. ايه بقى اللي شدك في اوريفلام وازاي دخلتي اوريفلام كده؟ احكي لنا في عجاله القصه بتاعه النجاح، لان انت سينيور مانجر يعني انت خدتي كذا لقب. هو انا اول ما بدات اصلا كان سبب دخولي اورفلام كان الكورونا برضو. انا زي ما حضرتك قلتي ان انا اشتغلت في مجالات كتير. تمام. لما انا دايما عموما لما بحب ادخل المجال بحب دايما اطور من نفسي وادرس في المجال ده كتير وابقى عارفه كل حاجه عنه عشان اقدر انجح فيه. هو ده اللي بيساعد على النجاح. ده اكيد طبعا. فاول ما دخلت، اول ما الكورونا جت طبعا كل المجالات اللي انا بشتغل فيها دي كلها وقفت. تمام. فكان البديل ان انا ادور على منصه ان انا اشتغل من البيت زي تتعوض لي نفس الدخل اللي كان بيدخل لي ويمكن اكتر. تمام. فلقيت بقى منصه اورفلام ولقيت فريق دايموند برنسس تيم، وبدات فعلا ابحث عن الفريق واشوف تاريخ انجازاته وشفت نماذج كتير فيه ناجحه ما شاء الله. وطبعا ما شاء الله دبل دايموند انجي والنجاح اللي هي كانت محققاه في وقت قصير. اكيد طبعا. فكنت لما بشوف قبل كده كنت بقول لا، الناس دي اكيد بيضحكوا علينا، يعني زي اي حد عنده فكر خاطئ لاورفلام. اكيد. فقلت انا هدخل، ايه الخساره اللي انا هخسرها؟ مفيش اي خساره هخسرها، انا كده كده بشتغل من بيتي في وسط ولادي. انا اللي بحدد الوقت اللي انا هشتغل فيه، محدش بيتحكم فيا، محدش بيحدد خدتي وقت لي. قد ايه على بال ما بداتي ان انت يعني تبتدي تتعرفي بالمنتجات، تبتدي ان انت تتدربي على الشغل؟ لا، انا الحمد لله بدات ادرس المنتجات اول ما دخلت على طول. الموضوع ما خدش مني حاجه يعني ما شاء الله. التدريبات او الخطه بتاعتنا اللي احنا بنمشي عليها او المنهج بتاعنا سهل جدا ان اي حد يتعلمه بسهوله. فبدات فعلا درست المنتجات وعرفتها كويس جدا، وبدات بتجربه ليا انا، عالجت مشكله عندي، مشكله عند بنتي. فالثقه هنا من نجاح التجربه لنفسي وللي حواليا هي كانت سبب في نجاحي. انا او لاحظت فعلا ان كل يعني او اغلب اعضاء اوريفلام قبل ما بيدخل الشركه بيحاول ان هو يجرب المنتج عشان يتكلم بثقه عن المنتج. ما هو انا لو انا ما جربتش مش هقدر اتكلم، يعني مش هقدر اقول حد قال لي ان المنتج ده علاجي او طبيعي. لا انا طبعا لازم تجربتي تجربي الفعليه المنتج. هي اللي خلتني اتكلم بثقه، وصدقي في كلامي هو اللي بيوصل للاعضاء بتوعي. طب في يعني انا منتج معين انت جربتيه في البدايه وحسيتي ان فعلا المنتج ده فعال زي ما انا بيتقال كان ان هو عندي ناتشورال وكله؟ مشكله هالات، وكنت فاكره اصلا دي حاجه عايزه عمليه يعني مش حاجه في السكين كير خالص. وبنتي كان شعرها فيه مشاكل الدنيا والاخره. فبدات بالمشكلتين الاتنين مع بعض، تمام. والنتيجه كانت مبهره بجد يعني. دي بقى من اكتر الحاجات اللي شدتك لاوريفلام. اكيد طبعا بقى كنت طبعا الهدايا بقى وحاجات تانية كتير ومميزات كتير في شغلنا. يعني شغلنا مش بس المنتجات، شغلنا كله مميزات. ان احنا بنحافظ على جمالنا بالمنتجات، اكيد. ان احنا بندخل لنفسنا دخل كبير جدا استحالة نلاقيه في اي وظيفة تانية او في اي شغل تاني واحنا في بيتنا في وسط ولادنا من غير ما نخرج ولا نتبهدل. والسفر بقى اللي هو متعة اورفيلام في كل العالم، مش في مصر بس، لا، مصر وبره مصر. فدي بجد كانت تجربة يعني
ما خسرتش اي حاجه، بالعكس انا كسبت منها كتير جدا وفي وقت قليل. انا قدرت اوصل انت لاول بتحققي مستوى لقب في خلال 7 وبتحققي شهور، يعني مش كويس مش جدا، وقت كبير يعني. وحققتي مستوى وحققتي عائد مادي، وفي هدايا كتير انت ممكن بتستفادي برضو بيها. ف ما اكيد طبعا. يعني فعلا الشركة زي ما احنا بنسمع ان الشركة بتتعامل معاكوا بيع مباشر. ما هي اصلا اورفيلام رقم 1 في البيع المباشر على مستوى تمام. العالم، ففعلا وحضرنا مع بعض آه، كمان دايركتور سيمينار السنة اللي ايوه ما فاتت. شاء الله. كان جميل. يعني سافرنا مع الشركه في جوه مصر، ان شاء الله بقى نسافر بره مصر. ان شاء الله ربنا يوفقكم يا رب. مانجر